ثبت عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أنه قال: أيما امرئ أشاع على امرئ مسلم كلمة وهو منها بريء ليشينه بها كان حقا على الله عز وجل أن يعذبه بها في نار جهنم حتى يأتي بنفاذ ما قال. رواه أبو الشيخ بإسناد صحيح عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه. فكثرة الوقوع في أعراض المسلمين لا سيما من كان من العلماء منهم أو من طلبة العلم بالافتراء عليهم والكذب عليهم وإلصاق التهم الباطلة بهم هو مما ينافي حقوق الأخوة، وهو انتهاك صريح لحدود الله وحرماته تبارك وتعالى. فالتساهل في هذا الأمر جريمة لا تغتفر حتى يتوب منها المؤمن ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى.